السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة حلوة قوي قوي قوي. أم، بصوا احنا في ظل الأسعار الأوفر اللي احنا فيها دي، هنحاول بقدر المستطاع من حاجات بسيطة نعمل حاجات حلوة قوي قوي أولادنا كلهم بيحبوها. هنعملها مع بعض بخطوات سهلة جدا وبرضو مقادير اقتصادية، وهنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتحايل مع الأسعار الأوفر أوفر أوفر اللي احنا فيها. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب، ونبدأ الوصفة بتاعتنا الجميلة اللي إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا. عندي هنا مقادير الكيكة اللي هي العادية خالص: كوبايتين ونص من الدقيق، كوباية سكر، عندي هنا 3/4 كوباية من الزيت، وكوباية لبن بس رايب، ومعلقة من الخل، والكيك شيف واللوتس دي هناخد منها بس معلقة كده، وكمان 3 بيضات. زي ما حضراتكم شايفين كل المقادير بتاعتنا والحاجات ديت موجودة في البيت بتاعنا، يعني اقتصادية إن شاء الله بإذن الله. هنبدأ دلوقتي. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. عادة أنا بحب دايما لما بعمل الكيك بتاعي بستخدم فيه اللي هو قشر البرتقال زي ما حضراتكم شايفين. بحاول أخد الطبقة الرقيقة القوي القوي اللي فوق دي، يعني حاجة بسيطة كده، وكمان الليمون برضو حاجة الطبقة اللي هي اللي فوق، ما تحاوليش ان انت تجيبي الطبقة البيضة بقدر المستطاع. وهاخد عصرة صغيرة كده من الليمون على البيض بتاعنا زي ما حضرتك شايفة، بس عصرة صغيرة كده. لو ما بتعملهاش بالطريقة دي اعمليها وان شاء الله هتدعيلي، لان هتلاقي الطعم بتاعها مميز قوي قوي قوي. ومعلقة صغيرة من الفانيليا، اي فانيليا عندك سايلة او اللي هي الحبيبات مفيش مشكلة. بضرب الخليط بتاعي الاول لمدة دقيقة كده، وبعد كده بنزل بالسكر بتاعي. انا كوباية وربع من السكر. وممكن لو انت زي ما بتحبيش السكر كتير تحط كوباية واحدة، عشان انا هحط استخدامات تانية دلوقتي هتسكرها لي برضو كمان شوية. بس لو بتحب السكر حط كوباية وربع. هنا معلقة الخل اللي معايا ديت هحطها على على الخليط بتاعي. كل ما بحط حاجة يا جماعة مكون بروح ضربة في الخلاط، بديلها ضربة ايه لمدة دقيقة كده. اللبن بتاعي ده زي ما حضراتكم شايفين لبن رايب، بيستحسن قوي 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 انك تعملها بلبن رايب. وهتشوفي معايا انا بقول لك كده ليه. عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين برطمان اللوتس ده هتستخدمي منه كام مرة، يعني مش مرة واحدة. شايفين المعلقة دي كمان معلقة مش مليانة خالص خالص خالص، يعني تعتبر نص معلقة كبيرة. هنحطها على الخليط بتاعنا اللي هو خليط الكيكة، وهنضربه برضو نفس الحكاية. وفي الآخر خالص خالص بحط الزيت بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، وبضربها برضو ضربة جامدة. وما تنسيش ذرة الملح دي، لانها بتعادل في الطعم وبتظبط لك السكر بتاع الكيك بتاعك، بتخليه مظبوط قوي قوي، يا ريت ما تنساهاش. انا نخله في الاول يعني كوبايتين من الكوبايتين زي ما حضراتكم شايفين من الدقيق، تمام. والنص كوبايه انا هسيبها دلوقتي مش هستخدمها غير وقت ما عاوزها. انا كنت قبل كده نخله دي زي ما قلت لكم، وهرجع تاني انقله في المره التانيه دلوقتي. الكيك شيف هنحط معلقة تكون كبيرة، تمام. بس انتوا شايفين معايا كيك شيف وكمان بيكنج باودر، دول كانوا عندي في المطبخ كده ومفتوحين، فقلت بقى استغلهم عشان ما ينفعش ان هما يفضلوا فترة طويلة مفتوحين ومركونين. ده تقريبا يعني معلقة صغيرة ودي معلقة صغيرة، في الآخر هم كلهم معلقة كبيرة 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 من البيكنج باودر أو الكيك شيف. ولو نصيحة مني يا ريت تستخدمي دايما في الكيك بتاعك الكيك شيف، لانه افضل كتير كتير كتير. هنا انا خلت الخليط بتاعه وقلت لكم هسيب نص كوبايه على جنب كده. بعدين هقول لكم احنا هنفضل بقى ايه، نحط الخليط بتاعنا كله كده على الدقيق، وافضل اضرب بالمنخل وافضل
اضرب معلش بالمضرب السلك كده، وبعد كده اشوف هو محتاج ولا لا. احتاج مني كمان تقريبا ربع كوبايه، حطيتها عليها وبدات برضو اضرب لحد ما اشوف هيوصل معايا القوام ازاي. شوفي بقى انا هقولك القوام بتاعي كده مظبوط 100%. اتبقى معايا ربع كوبايه، سيبك منها خالص بقى عشان ما تكتمش معانا الكيك. شوفي انا عايزه الخليط بتاعك يكون انسيابي بالشكل ده، شايفه نازل ازاي؟ البايركس طبعا انا كنت دهناه ماده دهنيه ومشغله الفرن من قبل منها ب5 دقايق كده. تمام. آه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه هبدا بقى ان انا احطها في الفرن. والفرن انا معايراه على 180 درجه. تمام. في الفرن بقى دلوقتي هجيب دلوقتي اللي هو الحليب. الحليب بتاعنا. بصي ممكن لو عندك معلقتين قشطة برضه هيسدهم وهيبقى حلو قوي. مفيش قشطة يبقى معلقتين حليب زي ما حضرتك شايفة، وتسخنيهم في الميكروويف كويس، وبعد كده بقلب فيهم معلقة اللوتس بالشكل ده. شايفة؟ وما تبرد بتتقل معايا اكتر كمان. الكيكة بتاعتي ديت اخدت في الفرن يا جماعة، اخدت نص ساعة وخمسة بالظبط كده. انا بقلب لك دلوقتي الكيك بتاعي عشان اوريكي. شايفة اللون بتاعها خطير ازاي وجميل، حلوة قوي قوي وهشة وجميلة جدا وعاملة كأنها حتة سفنجة في ايديا. اقول لك ليه بقى؟ لان انا بحط في الصينية صينية تحت الصينية اللي انا حاطة فيها الكيك. اقول لك ازاي؟ يعني في صينية كده بجيبها واحط فيها شوية مية واحطها في الرف اللي تحت الكيك على طول. تمام. وبعد كده لما بتسخن وتطلع بخار، البخار ده بيعمل لي طراوة للكيكة بتاعتي، بيديلها طراوة حلوة قوي، وكمان الأرضية بتاعتها ما بتغمقش زي ما انت شايفة، يعني الوش بتاعها غامق عن الأرضية بتاعتها كمان. بتبقى حلوة قوي قوي يا جماعة. أنا دايما بعمل مع الكيك بتاعي كده، يا ريت تكونوا فهمتوني. ببدأ بقى لما تخرج أول ما تطلع كده بديلها معلقة من اللوتس اللي أنا مسيحاها، وبعد كده بستنى لما تبرد واروح حاطة بقية اللوتس فوق منها زي ما حضراتكم شايفين. شكلها حلو قوي قوي قوي. احنا قلنا الوصفة بتاعتنا اقتصادية، عشان كده جبت بسكوت عادي خالص، مش بسكوت لوتس ولا كلام من ده، مش غالي يعني. البسكوت ده مش غالي خالص. وكسرته بالشكل ده ومكان الطبق. قال ايه يعني ان انا يعني بحاول اتحايل عليها وادي لها طعم الايه اللوتز مكان اللوتز نفسه. قلبت فيه البسكوت. عايزه اقول لك على حاجه تانية كمان. انتي لو ما عندكي يعني حاولي ان انتي ما تعمليش زيي وتكسريها كده بكوبايه ولا كلام من ده. يا ريت تعمليها في الكبه بتاعه الخلاط عشان يكون ناعم، عن كده هيكون اظرف كتير واحلى كتير. انا حطيت حاجه كده من مكسرات بسيطه، ما عندكيش مش مشكله، هم لهم عندي يعني، هم عندي فانا استغليتهم وحطيتهم يدوا شكل جمالي وفي نفس الوقت يدوا طعم للكيك. مع ان الكيك بتاعنا يا جماعه مش محتاج اي حاجه طعامه، كفايه الطعامه بتاعته شكله لوحده يفتح النفس زي ما حضراتكم شايفين. هقول لك على حاجه تانية حلوه قوي كمان. الكيكه دي كيكه عاديه خالص، يعني المقادير اللي احنا عملناها في الاول فيما عدا ما فيش فيها اللوتس. تمام. عشان كده شايفه بيضه وجميله ازاي، يعني بيضه خالص خالص وشقه البياض. كل المقادير ما عدا معلقه اللوتس. تمام. وسيحت برضو زي ما انتم شايفين كده بقول لكم. اللي هي معلقتين ربع كوبايه اللبن او معلقتين القشطه، حطيتهم في الميكروويف، سخنتهم وحطيت عليهم معلقه اللوتس وسيحتها. وبعد كده على الوش كده وشويه حاجات كده زخرفه حلوه كده. وعلى كده دي بقى اللي عملت فيها، اللي حطيت في الخليط بتاع معلقه اللوتس. عشان كده شوف اللون بتاعها جميل ازاي. وغير كده الكيكه بتاعتنا هشة وجميلة جدا جدا. ده طبعا اللبن الرايب بيعمل شغل جامد قوي قوي مع الكيكة بتاعتك. يا ريت دايما لما تعملي الكيك بتاعك تعمليه بلبن رايب. حلاوتها في ايه بقى اللبن الرايب؟ شوفي دلوقتي لما اقطع معاكي كده خرطة الكيك دي، شايفة عاتية شكل كما لو انها قطعة جاتوه تحفة ما شاء الله. هبصي معايا وركزي. انا دلوقتي عايزه اقول لك ان قطعه الكيك نفسه شايفة تحس ان هي كما لو انها مسقية. لاحظي
وده بسبب ان انا عاملاها بلبن رايب، هي مش مسقيه ولا حاجه، ولكن اللبن الرايب بيحسسك كما لو انها مسقيه، ويبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اذا كان الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، طبعا فضلا وليس امرا، واتركوا في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا احلى مشاهدين. سلام.